السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ بخير؟ هانيين؟ كلشي مزيان؟ اش اخباركم؟ رمضان مبارك كريم، الله يدخل علينا وعليكم هذا الشهر الكريم بالصحه والسلامه ان شاء الله وبكل خير والسعاده ان شاء الله. اليوم البنات غادي نحضر معكم كريب مالح واحد الحشوه رائعه، كيجي لذيذ بزاف. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير. بالنسبه للمقادير ديال الكريب، عندي نصف كاس ديال الزبده دايبه، عندي هنايا واحد البيضه مع شويه ديال البصار والملح، وعندي القليل ديال الخل اللي غادي نديرو باش ما تعطينيش ديك ريحه البيض، وعندي سيطره الحليب ودقيق حسب الخليط. بالنسبه للحشوه عندي بصله كبيره قطيتها وفلفله حلوه وواحد خيزوه محكوكه وكورجيطه. عندي هنايا بالنسبه للتوابل عندي خرقوم صفر، عندي الابزار، عندي تحميره، وعندي سكينجبير وشويه الزعتر والقليل من الملح. وهنا عندي الفرماج حكيته، وعندي كذلك الفرماج مربع. عندي هنا صدر الدجاج او لداند او اللي متوفر عندكم كفته اي حاجه، الزيتون مقطع، ومعلقه كبيره ديال مركز الطماطم، ومعلقه كبيره ديال واحد الخليط ديال المعدنوس والقزبور، وعندي كذلك قليل من الزيت هو اللي باش غادي نطيب. دابا غادي ندوز باش نطحن الخليط ديال الكريب. هنايا خديت ديك البيضه وشويه ديال الابزار والملح، درتهم في المولينكس، وغادي نضيف عليهم داك نصف كاس ديال الزبده دايبه، وغادي نخلط الكل. من بعد عاد غادي نضيف الحليب ونبقى ندير الدقيق تدريجيا حتى نحصل على القوام اللي بغيت، يعني ما يكونش ثقيل ما يكونش خفيف. المهم راكم عارفين القوام ديال الكريب كيفاش خصو يكون. هذا البنات هو القوام ديال الكريب اللي حصلت عليه. كما قلت لكم كيجي ثقيل شويه وما كيجيش عاوتاني خفيف، المهم عينكم ميزانكم تما غادي تعرفوا. صافي دابا غادي ناخذ المقله ديال الطيفال سخنتها، غادي نبدا نطيف الكريب ديالي وحده بوحده، ونطيبو على 2 جوايه يطيب شويه، ونعاود نقلبو للجهه الاخرى حتى نكمل الخليط ديالي كامل. هنا البنات من بعد ما طيبت الكريب ديالي كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي رطيطه، يعني كاين نطوي على الشكل اللي بغيت، دائري مربع مثلث، يعني ما غاديش يتقطع، ما تخافوش منه، غير تبعوا المقادير اللي عطيتكم وغادي يصدق معكم رائع بزاف. ودابا غادي ندوز باش نصاوب الحشوه ديال الكريب ديالنا. خديت مقله درت فيها الزيت، غادي ندير البصله، غادي نخليها حتى تشحر على خاطرها. من بعد غادي نضيف عليها المكونات الاخرين، الجزر والفلفله حلوه وكورجيطه، نخليهم يتشحروا شويه. من بعد عاد غادي نضيف عليهم الدجاج ومطيشه الحك والقزبره والمعدنوس والتوابل كامله. صافي نخلط الكل، نخلطهم مزيان يتجانسوا مع بعضياتهم، صافي نخليهم يطيبوا. هانتوما البنات من بعد ما طابت ليا الحشوه ديالي طابت وخليتها حتى نشفات على خاطرها وكتجي رائعه زوينه، ما تخلوهاش تحرق، غير تنشف. صافي هنايا ضفت عليها القليل ديال لانشون مطحون محكوك او كاشير، او ممكن تستغناو عليه، انا كاين عندي وقلت علاش لا ما نديروش. ودابا البنات غادي نبداو نعمروا في الكريب ديالنا. صافي هنايا غادي ناخذ الحشوه، غادي ندير القياس، غادي نضيف عليها الفرماج مبشور. من بعد غادي نضيف الفرماج مربع كيف ما كتشوفوا. وهنايا خديت واحد القليل ديال الدقيق، خلطته بشويه د الماء، هو باش غادي نسد الكريب ديالي. يعني ديروا اي شكل، انا درت هذا الشكل ديال نصف دائره.
حيت عندي المقله ديال الطفل صغيره ما يمكنش لي نديرها مربعه او على شكل صيغه. درتها على هذا الشكل هذا على شكل نصف دائره، كتجي رائعه بزاف. كيف ما قلت لكم زديتها غير بالقليل ديال الدقيق والماء. وديروا هذه القضيه باش يتسد لكم وما يتحلش من الجناب. صافي من بعد ما عمرت الكريب ديالي كامل، خديت نفس المقله اللي طيبت فيها الحشوه من بعد ما غسلتها، درتها تسخن، درت فيها شويه ديال الزبده، غير القليل ديال الزبده، وغادي ندير الكريب ديالي يتحمر على 2 شوايع. وهذا البنات هو الكريب ديالي، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي رائع ولذيذ بزاف. صدقوني ما غاديش تستغناو عليه الا جربتوه. كيجي لذيذ وديك التعليكات الفرماج رائع بزاف. كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو خليو لي جيم وكومونتي زوين، والى فيديو قادم ان شاء الله. ورمضان كريم، الله يدخل علينا وعليكم هذا الشهر الكريم بالصحه والسلامه. الى فيديو قادم ان شاء الله.